يا هلا بتجوا ليه كده؟ انهي ولد؟ يا نهار اسود! استاذ رمضان! استاذ رمضان! بقوا 17. مين دول ال 17؟ قصده 16 ونص. تاهت الزفت الحقيقة في زحام القرية، واحنا ادينا لكم النهارده نقطع الشك باليقين ونعمل اللقاء مع المدني عليه شخصيا. رحبوا معايا بالمدني عليه. وانه اعلان ليه ما يرضيش يحضر علشان مستحقات اللعيبه. وبص يا عم الحاج، من الاول انا هتكلم عن الناس زي ما هي، مش عاجبك ارفدني. اطلع بره 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 بره، جاتكوا البلاوي مليتوا البلد. هو اللي بيقول للاخ ده اصل انا ما رضيتش احضر حضورك زي ما عدم حضورك، انت بتسيء لنفسك، انت كابتن الفريق وعندنا 100 كابتن بعديك. ولنا لو انا ليا مزاج ما تلعبش هقول له ما تلعبوش. انت بتتكلم جد؟ والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. هحبسه، اسمعي، هحبسه وهبطله كوره. بيدور عليا بيدور عليا. بقول لك تاني، هحبسه تاني، هحبسه ورحمه امه الغاليه لا احبسك يا شيكابالا وبطلك كوره. هيسجنوه يا اختي، تاني ماليش في الدنيا غيره. وخلي ممدوح عباسي بينفعك. يا اختي ايه اللي بتنيله ده يا رمضان؟ فك الولا، ابوس ايدك فك الولا. لا يا اخويا مش هفك الولا ده هيتمد على رجليه، ده قلبني في الدرع. عشان ما غلطش فيه بس، لا لانه غلط في نادي الزمالك، جمهور الزمالك لما رمى الشاره مره وطلع لهم الجزمه مره. انا ما عنديش مشاكل ان اتضرب، ما عنديش مشاكل في الاهانه عموما، اي نوع من انواع الاهانه انا موافق. حد بيقول لك ايه الفقر مش عيب؟ الفقر مش عيب، بس مش معقول تبقى كنت باخد جزم امير ابني من سنتين وجاي دلوقتي تقل ادبك على ابوه. انت بتعيرنا ولا ايه يا عم الحاج؟ رحمه امه الغاليه لا احبسك يا شيكابالا وبطلك كوره وخلي ممدوح عباسي بينفعك. ما انا قلت من الاول مش هينفع انا وابن الجزمه ده في بيت واحد. خد هات ويا ابن الممنوع يا اخي بقى وحياة الشواح لا احبس. يلا يا ابني هنا. اعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، ما اشتمني. وفي كده بتقدرني، انما بتعمل تقرا وما تعملش حاجه.